بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع الجزء الخامس في بيان الكلمات المختلف فيها بين روايتي شعبة وحفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية. افتحوا معي ربع والمحصنات في الآية رقم 24. يقرأ فيها شعبة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم: وأحل لكم ما وراء ذلكم إلى نهاية الآية، أي بفتح الهمزة والحاء وأحل لكم. ويقرأ فيها حفص بضم الهمزة وكسر الحاء: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فشعبة على البناء للفاعل وحفص على البناء للمفعول. في رواية شعبة تتوافق مع ما قبلها في قول الله تعالى: كتاب الله عليكم وأحل لكم. وفي رواية حفص متوافقة مع الآية التي في نهاية الجزء الرابع: حرمت عليكم، أي حرمت وأحل على البناء للمفعول. في نفس الربع أيضا في الآية رقم 25 يقرأ فيها شعبة: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي بفتح الهمزة والصاد على البناء للفاعل، أي إذا أحصن الإماء أنفسهن بالتزويج. ويقرأ فيها حفص بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول هكذا: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة إلى نهاية الآية، وهنا بمعنى أحصن بالأزواج. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ربع إن الله يأمركم. في هذا الربع في الآية رقم 58 كلمة نعمة كما قرأناها أيضا في سورة البقرة، وقلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في هذه الكلمة وجه إخفاء أو اختلاس حركة العين، فنقرأ بالإخفاء. وأيضا يمكن أن نقرأ من باب التعليم بوجه الإسكان في العين، يعني كما ذكر في كتاب التيسير وفي غيره. فنقرأ هكذا لشعبة: إن الله نعم ما يعظكم به. شوفوا، انتبهوا، حركة سريعة يعني أو سرعة في القراءة للإتيان بجزء من الحركة. نعم نعم هكذا. وإذا أتينا بوجه الإسكان: نعم مرة أخرى، نعم. ويقرأ حفص بتمام الحركة: إن الله نعم ما يعظكم به. كل هذا من لغات العرب. أيضا في نفس الربع في الآية رقم 73 يقرأ فيها شعبة هكذا: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قرأ لم يكن. لم يكن هنا قرأها شعبة بهذه الكيفية على أساس أن كلمة مودة ليست يعني مؤنث حقيقي، التأنيث فيها ليس حقيقيا، والمودة والود بمعنى واحد، يعني نستطيع أن نقول أيضا أن المودة والود بمعنى واحد، فلذلك قرأت بالتذكير بهذه الياء. ويقرأ فيها حفص بتاء التأنيث مناسبة للفظ مودة، فيقرأ هكذا: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هكذا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ربع لا خير في كثير من نجواهم. في هذا الربع عندنا الكلمات نوله ونصله التي يقرأها حفص بصلة الهاء هكذا، يقرأها شعبة بإسكان الهاء. وقلنا سابقا في مسألة
هاء الكناية أن من العرب من يسكن الهاء إذا تحرك ما قبلها، مثل فضربته ضربا شديدا، هكذا يعني في لغات العرب. ففي الآية رقم 115 في سورة النساء في ربع لا خير في كثير من نجواهم يقرأ فيها شعبة هكذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وحفص: نوله ما تولى ونصله جهنم، هكذا. طيب في نفس الربع أيضا عندنا كلمة يدخلون يقرأ فيها شعبة بضم الياء وفتح الخاء، يعني بناء الفعل للمفعول، فيقرأ هكذا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تلاحظون أن يدخلون تطابق يظلمون في بناء الفعل للمفعول، فطابق بين اللفظين، طابق بين اللفظين. طيب أما بالنسبة لحفص فيقرأ بفتح الياء وضم الخاء، فيقرأ هكذا: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهنا خالف بين الفعلين، حيث الدخول يعود إليهم كما في قول الله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، قيل ادخل الجنة، فالدخول يعود إليهم، أما ترك الظلم ليس إليهم. والقراءتان متداخلتان، لأنهم إذا أدخلوا دخلوا، وإذا دخلوا فقد أدخلوا. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كلمات الجزء الخامس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، ونلتقي بكم إن شاء الله مع الجزء السادس في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.